هي صغيرة بس جبارة، عاملة حوارات ومشاكل اليومين دول. ادي البيضة وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها وادي اللي اكلها. صغيرة وسعرها يعتبر معقول نسبيا بالنسبة لأنها قنبلة غذائية ومن أقوى الأطعمة على الكوكب. أي مكان محتاجين فيه غذاء عالي الجودة وغير معرض للفساد السريع، زي الوجبات المدرسية، زي وجبات المرضى في المستشفيات اللي محتاجين قيمة غذائية عالية في وقت صغير، بنقدم لهم البيض في الوجبات دي لقيمته ولأهميته. الوجبات دي ما بتتحطش اعتباطا، ده بروتوكول عالمي بيختاروا فيه أعلى الغذاء قيمة. مفيش رياضي لا يعتمد البيض في نظامه الغذائي. سريعة في التحضير وسهلة في الأكل وقنبلة غذائية، سيدة الأكلات. البيض من أعلى الأطعمة في مؤشر الشبع، عشان كده بنعتمدها في أنظمة نزول الوزن. جرب تاكل بيضتين الصبح كده مع طبق سلطة وشوف هتفضل شبعان قد إيه. البيض تأثيره زيرو على الأنسولين، ما بيعملناش شك ولا ارتفاعات في السكر ولا في أنسولين الدم، عشان كده هو وجبة رائعة لمرضى السكر ومقاومة الأنسولين. البيضة الكبيرة فيها تقريبا من 6 ل 7 جرام بروتين، رقم كبير بالنسبة لحجمها. الجميل إن البروتين ده عالي الجودة، يحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية. البيضة فيها فيتامينات متنوعة وعالية زي فيتامين B12، فيتامين أ، فيها مادة الكولين مهم جدا للمخ وللتركيز وللتوصيل العصبي. فيها نسب من فيتامين د، بالرغم ان فيتامين د يعتبر شحيح جدا في الاكل. فيها دهون مفيده وكوليسترول نافع. خلاص الكلام بتاع الناس اللي عندها كوليسترول عالي ما تاكلش بيض ده انتهى من زمان. دلوقتي عرفنا ان في حاجه اسمها كوليسترول نافع وكوليسترول ضار. الناس اللي عندها كوليسترول تقدر تاخد بيضه يوميا، يقدروا ياخدوا اكتر من كده بعد استشاره طبيبهم. البيض فيه سيلينيوم للناس اللي شعرها بتقع واللي ضوافرها متقصفه. البيض فيه ليوتين مهم جدا للعين ولصحه العين. البيض فيه مضادات اكسده، مضادات الاكسده اللي بتقلل الجذور الحره فبتدي وقايه من الامراض السرطانيه. يعني يقول على البيض كده انه وجبه كامله متكامله، كل ما هو في البيضه خير. هل الناس اللي عندها حساسيه من البيض بتمنعه منع كامل؟ مش اي حد يقدر يحدد الموضوع ده. الحساسيه انواع ودرجات، على حسب درجه الحساسيه طبيب الحساسيه والمناعه هو اللي بيقدر يقول نمنع منع كلي وندخل بالتدريج، ولا من الاول ندي كميات قليله من البيض. غير ان في علاجات مناعيه وبيولوجيه عشان تقلل الحساسيه من انواع معينه من الطعام. وكتير من الناس اللي عندها حساسيه البيض ممكن يشفوا تماما. في قاعده بنقولها ان الغذاء والانظمه الغذائيه بتختلف من شخص لشخص على حسب حالته ورد فعل جسمه بالنسبه للغذاء. مش معنى ان في فئه من البشر عندها حساسيه من البيض ان احنا نمنع كل القيمه الغذائيه دي على الناس كلها، خاصه ان القنبله غذائيه صعب انك تلاقي اصناف قيمتها الغذائيه عاليه توازي البيض. مفيش اي جهه عالميه ولا جامعيه ولا اكاديميه ولا مركز ابحاث طلب من الناس انهم يمنعوا البيض او يحذر منه. عشان نخوف الناس من البيض لازم يكون بابحاث قويه جدا، واكتر من جهه وجهت للامر ده، وعالميا ده لم يحصل ابدا. وعموما انا بطمن الناس اللي محتاج اي معلومه غذائيه يقدر يتواصل مع المعهد القومي للتغذيه في مصر، او قسم التغذيه في جامعه عين شمس، او قسم التغذيه في المعهد العالي للبحوث بالاسكندريه. في جهات كتير جدا نقدر نتواصل معاها، كليه الزراعه ومراكز البحوث الزراعيه نقدر نتواصل معاها ونعرف منهم الصح من الغلط. خلاصه الكلام، البيضه الصغيره دي استخدامها ملايين البشر من آلاف السنين، اثبتت قيمتها الغذائيه وانها عنصر مهم في ثقافتنا الغذائيه، داخله معانا في كل الوصفات والاكلات، اقتصاديه سهله التحضير ومشبعه، كنز غذائي حافظوا عليه في وجباتكم على قد ما تقدروا. واوعوا تظلموا البيض. دمتم طيبين وبالصحه متهنيين وبالذكاء متغذيين، ونقول سلام.